إزاي تتلاعب بالمتلاعب؟ أكيد في حياتك شخصية نرجسية، توكسيك، مسيطرة أو متنمرة. إزاي تتعامل معاهم؟ 7 تصرفات تعملها هيخليك تسيطر بيها عليهم وكمان تتلاعب بيهم. حرفيا في الأول كده أنا عايزك تتصرف كأنك عايز تخسره وإنه مش فارق معاك سواء كان حبيبك، صاحبك، حد متعرفوش، أيا كان. رقم واحد، بالغ في الموافقة إلى حد السخافة. يعني إيه؟ لو بالغوا في كلامهم علشان يكسفوك، يهاجموك، يطلعوك غلطان أو يتريقوا عليك، عايزك تبالغ انت كمان 10 أضعاف أكتر. بدل ما تدافع عن نفسك أو تشرح، وافقه زيادة عن اللزوم بشكل مبالغ فيه. اسحب منه القوة اللي بياخدها لما يبالغ أو يهاجمك. انت دايما بتفكر في نفسك بس. انا اناني، بفكر في نفسي حتى وانا نايم. عندك انت الموهبة دي؟ ده هيخليه هو اللي قاعدين يحسوا انه كلامه تافه وسخيف وغير منطقي، وساعتها بيتراجع وبيحس بالاحراج. هيندموا على كلامهم عليك. وقابلني لو وجهولك كلمة تانية. رقم 2، الإجابة بالسكوت. نظرة فارغة بدون كلمة هتخليهم يترعبوا، وده هيكون أحسن من أي رد فعل. هيحسسوا إن اللي قاله ده كلام تافه وإنك كبير على إنك ترد عليه. أنت كبير القعدة. المتلاعب بيعيش على ردة فعلك. عايزك تتوتر او تبرر. لما تسكت وتبص له بهدوء بتخليه يفقد السيطرة لانه مش عارف انت بتفكر في ايه، وبتحسسه ان اللي قاله ده كلام تافه. هيتوتر وهيبدأ هو اللي يبرر بدل ما انت اللي كنت هتعمل كده. رقم 3، اقلب لعبة انه يحسسك بالذنب عليه. وكتير بتستخدم الحركة دي في العلاقات على فكرة، من أي الطرفين. المتلاعب دايما بيحاول يخليك تحس بالذنب. بدل ما تدافع، وافقه بس استخدم ده علشان تقطع العلاقة أو تحط حدود. وافقهم بطريقة حادة: أنا شايف إن عندك مشاكل كتير وعلشان كده مش هقدر أكمل معاكي. ببساطة هترد تقولي عندك حق، أنا المشكلة، وعلشان كده هقطع علاقتي بيك خالص. وراقب إزاي هينهاروا قدامك. كده انت بتحرمه من السلاح اللي بيستخدمه ضدك. في وقت قليل جدا هتلاقيه غير كلامه ورجع لك يتحايل عليكي علشان ترجعي له. علشان وقت الفيديو، الاربع تصرفات التانيين في الفيديو اللي جاي. فولو علشان تشوفوا اول ما ينزل. سلام.